السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة بقى قلت إيه أعمل تعمر الدماغ، الأكلة اللي بترم العظم، بتقوي، أكلة بقى حلوة كده. قلت لازم إيه أعملها معاكم. إيه هي الأكلة بقى اللي بتعمر دماغ وبترد الروح كده؟ العكاوي. في أجمل من كده ولا في أحسن من كده؟ اللي حقيقي ملهاش تاني في جمالها وفي حلاوتها وفي طعمها وفي سبحان الله، يعني مغذية برضو حقيقي، يعني أكلة بجد رهيبة ما يختلفش عليها اتنين بمعنى أصح. فقلت بقى لازم أعملها معاكم. بس طبعا قبل أي حاجة اوعوا تنسوني في اللايك والشير الأكلات البسيطة اللي أنا بقدمها. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللي تعمر الدماغ، الطريقة اللي زي بتاعت زمان، زي بتاعت ستي وستك او بتاعت امي، كلنا بنتعلم من بعض. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض. انا كده هنا بشرت هنا 5 بصلات. فبشرت هنا 5 بصلات. البصل انا بحب ابشره، ما بحبش اعمله في كويكي ولا بحب اقطعه بصراحه، لان انا ما بحبش الاكل، انا عايزاه يبقى صوصها تقيل، ما يبقاش فيها بصل خالص. احنا ما بنحبش الاكل فيه بصل. عشان تعملي جنبها شويه رز بالشعريه كده وتاخدي مصوص كده وحته عكاوي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، واستلذي بقى بالطعم، استلذي بجد. انا كده اهو بشرت البصل وادي اهو. بصوا الجمال، بصوا شكلهم زي ما شكلهم مش يفتح النفس. يلا نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بقى مع بعض. نجيب بقى السمنه، بقى السمنه بلدي معتبر، بس السمنه البلدي انا مسيحاها. نجيب بقى كبشه كده حلوه كده، نعلي عليها النار. البصل اهو، نزلت البصل كله مفيش حاجه خالص. خلينا كده شويه لما البصله تدبل شويه، وبعد كده نبدا نحط بس نخلي البصله كده شويه على النار لغايه ما تهدى بس كده شويه. انت بقى خليها جنبك كده بقى، شوفي بقى تعملي حاجه هتصبني، هتعملي حاجه كده جنبك. يعني بس الواحد مش هيقف على كده بس، لا لازم كده وانت شغاله ايدك تبقى في كذا حاجه، تخلصي كذا حاجه. وراكي مواعين في الخط خلصيهم، وراكي هتجهزي حاجه تانية جنبهم تعمليها كده. انا سبحان الله ما بحبش اطلع من المطبخ غير كل حاجه خلصانه. انما في ناس سبحان الله يعني دماغهم بارده شويه، تقعد مثلا تقطع البصل، وفي ناس تقعد بقى لسه تضرب بتعمل حاجات على مراحل، يعني وبالها طويل كده. لا انا ما بحبش كده بصراحه خالص، ما اعرفش بصراحه الناس اللي عندها بال طويل دي في الاكل بتجيبه منين؟ يقول لك بقى عشان الاكل بيطلع حلو ومش عارف ونعمله بروقان.
انت الاكل انت لو متمكنه هتطلعي الاكل كويس وبرده في الوقت كويس. كده البصله خليها كده على النار ونشوف كده لو في حاجه تانيه بعملها. نشوف بقى برضو ايه على جنب كده. شوف طماطمتين، الطماطم بتتحط يا اما تحطيها سليمه يا اما تبشريها، انت براحتك على حسب ما انت ما عايزه. في ناس بتبشر الطماطم وفي ناس بتحطها سليمه. والله شكلها عامل ازاي؟ شايفين شكلها جميل، شكلها يفتح النفس. بصوا جايباها صفحه من عند الجزار جميله. احنا كده ايه شويه سمنه تاني خلاص اللون كده تمام. بصوا شايفين لونها كده ايه، ده اللون اللي احنا عايزينه. بصوا شايف باينه لكم ولا لا؟ شايفين؟ نبدا كده خلاص نحط بقى العكاوي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى بس القطعه خليها بقى ايه تلف كده مع نفسها. نديها لفه كده معاها. بصوا بعد ما نديها لفه مع اللحمه كده نديها لفه على نار عاليه شويه، وبعد كده بقى نهدي عليها النار. دلوقتي نسيبها كده على نار عاليه. كده شويه ايه اي حاجه انت استخدمتيها ايدك فيها كده على طول وتشطفيها على طول، روحي غسلاها وحطها عشان لا تكون نوعي ولا اي حاجه خالص. تبقى حاجتك كده نضيفه على طول احسن، ميبقاش في حاجه في الحوض خالص. كده كده تمام. كده بقى نعمل ايه؟ نجيب بقيه الحاجه ونحطها ونوريكم. بصوا حبايبي كده خلاص اللحمه لفت كلها كده في البصله. ده بقى المرحله الجايه نعمل ايه؟ نجيب طماطم. انا قلت لك عايزه تبشريها براحتك، عايزه تقطعيها براحتك. بصوا بقى انا هقطعها ادي طماطمايه
تانية اهو. حط طماطميتين. انا بعمل كل حاجه قدامكم. وادي قرن فلفل. تاني واحد صغنون كده. نبدأ بقى نحط ايه؟ نحط التوابل. نحط بقى الملح. تمام، ادي الملح. بصي بقى، ما انصحكيش انك تحطي الكمون. الكمون في العكاوي او الطواجن عامه بيمرر الاكله. بيمررها بمعنى ايه؟ مش بيمررها بيخليها وحشه، لا، بيخليها فيها سنه مراره كده شويه. نحط بقى فلفل اسمر اهو، مش كتير برضو فلفل اسمر عشان ما يسمرلكيش الحاجه. حطي بقى لوري، حطي حبهان كده. نحط بقى شويه ايه؟ جوز الطيب. كده نخش جوز الطيب بقى كده. يبقى ايه؟ ميه مش كتير، بس ميه سخنه او ميه دافيه. نبدا نحط بقى كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش كتير، الميه دي مش كتير. اهو. نعلي النار بقى عشان احنا كنا موطينها. بصوا كده، ونسيبها بقى على النار ماشي، ونغطي عليها لغايه بقى لما تشرب. كل ما تحتاج ميه تزودي لها، تمام، لغايه لما تلاقيها ايه؟ دابت خالص. اوريكم. يا نهار ابيض على الجمال. شايفين كده؟ خلاص العكاوي بقت ايه؟ بقت دوب واستوت. شايفين الصوص بتاعها لونه عامل ازاي؟ شايفين جمالها؟ كده خلاص نغرفها بقى. نطلع بقى ايه؟ شايفين بتبقبق ازاي؟ بصوا الجمال. نطلعها دي عشان كده كبيره دي، مش ندوق الحاجه كده مره واحده يطرطش علينا. لا، احنا نطلعهم بقى القطعه دي كده. بصوا الصوابع دي كمان، يا نهار ابيض. يبقى ايه؟ ده المطبخ ونمسك. نصب بقى الصوص بتاعها كده. يا نهار ابيض، بصوا الجمال. بصوا الحاجه كده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ بالذمه دي شكلها مش يفتح النفس؟ مش يخليكم تقوموا تعملوها وتجربوها؟ والله العظيم زي العسل. طاجن عكاوي زي السكر. انا كده ايه؟ عملت كده خلصته واستوى خلاص الحمد لله تمام. نحطه بقى في الفرن شويه. تمام، نخش بس كده. بصوا شايفين الصوص بتاعه؟ بصوا تقيل ازاي، بصوا جماله، بصوا. وهنا بقى انا كمان عملت ايه؟ هنا مش عارفه بصوا كده، عملت هنا جنبه شويه رز بالشعريه. يا لهوي على الجمال. عشان كده نحط جنبها كده. خلاص الطاجن خلص. لو عجبكم بس الطاجن، اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو عجبتكم الاكلات البسيطه اللي انا بقدمها. واقول لكم بقى ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبألف هنا.